استغل أردوغان الفرصة وحاول مهاجمة شهبة ومنطقة السد وقرقوزات، ولكن قواتنا العسكرية تسطر أروع ملاحم البطولة. اليوم نحن نخوض حرب إثبات وجود ما ظلنا منذ العام 2012 ضد حكم بشار، ولكن لنا خصوصية بذلك إذ كنا نحارب ونناضل ضد مرتزقة أردوغان، ضد أطماع أردوغان بمناطقنا، وواجهنا مرتزقة داعش بمنبج، بباغوز، بشنغال، بسجن الصناعة، وسطرت قواتنا قوات سوريا الديمقراطية واليبشة وقاسد واليبكة والأسايش أروع ملاحم البطولة، ولم يستطع أردوغان تحقيق أي نصر، بل على العكس فشل هو ومرتزقته. واليوم